الحبوبه اللي كتنوض في الحولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة داخل وخارج الوطن، حفظكم الله أينما كنتم. أحبكم في الله، ودائما مع موضوع جديد. وكيف ما وعدناكم جبنا لكم الطريقة الصحيحة والسهلة باش تختار وتقلب الحولي ديالك وتأكد واش خالي من العيوب، وباش ما يقولبوكش الشناقة والنصابة اللي همهم غير الفلوس. وغادي نتكلموا أيضا على الأثمنة الحالية في بعض الأسواق، ولكن دائما في إطار المقاطعة وتحت شعار خليه يبعبع. وهذا الفيديو احبائي درته خصيصا الناس اللي كتسكن في المدينه وخصوصا المدن الكبرى. ردوا البال خوتي، راه الاغلبيه كيتشمتوا وكيسحب راسهم معيد على اضحيه دايزه وهي ما دايزاش في ذبيحه العيد. فغادي تعطوني الخاطر شويه وكملوا معايا الفيديو حتى النهايه، منها تعمر الراس وتحافظ على الجيب وعيدك يكون مقبول ان شاء الله. ولكن قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، كنوعدكم من العيد غادي نبقى نسول ونبحث لكم على الاسواق اللي بجانب المدن الكبرى اللي فيها الرخاء والمليح. غير هو وصيه اخوتي من واحد الحريف عطاها لي، غنعطيها لكم: ما تدخلوش السوق في الظلمه، وما تدخلوش لي تيطلع لي الشمس. وفي اخر الفيديو غنعطيكم معاش خاصكم تدخلوا بالضبط، وعلاش ما تدخلوش في الوقت اللي قلت لكم. وبلا ما نطول عليكم ندوز الموضوع ديالنا. واول خطوه اخوتي، وقبل ما نقلبوا على اللحم والشحماق، خاصنا نتاكدوا واش هاد الحولي دايز شرعا. راه الاضحيه قربان الله سبحانه وتعالى، ماشي غير اللحم ديال الشوا. وهاد المعلومات اخوتي راه من حريفيه كبار عندهم تجارب يوميه تيشروا الحولي يوميا. احبائي، غنتكلموا على النظافه والصحه والسر داك السمق اللي كيكون في الودنين، لان صحه الحولي من صحتك. فردوا البال خوتي، هادشي اللي غنقول لكم. ضروري تفرق الصوفة بيديك وتقلب الجلد واش فيه الحبوب. ركز على الراس، الجناب والكتاف والكرش التحتانية، حيت تما فين كيتخباو الأمراض الجلدية. غادي ترد البال أيضا العيوب الكبيرة لما كيدوزوش في العيد، بحال مثلا الحول العرج والعور والمريض والضعيف بزاف. داك الشيء علاش ديما كيقولوا لك الناس الحريفية: طلق الحولي يتمشى قدامك باش تتأكد. إلا قفز وإلا كان هاز راسو راه مزيان. إذا قبل ما تقرب الحولي شوف من بعيد، خاصو يكون نشيط هاز راسو وكيتحرك مزيان. إلا بان ليك منعزل وخامل ولا كينهج بلا سبة، بعد منه. تاني حاجة ومهمة بزاف هي العمر. حل ليه فمو. إلا لقيتي سنينات صغار ومقادين راه سنان الحليب، وهذا كيكون حلو في الطياب. وإلا لقيتي جوج كبار الوسط راه تنيد، وهذا هو المخير. وإلا لقيتي ربعة كبار راه رباعد، حتى هو مزيان. ولكن حذاري من الشارف اللي سنانو كاملين كبار ولا مهرسين ومطيحين، راه غيعذبك في الطياب. ورد البال اللي يبيعوا ليك نعجة على أساس خروف، بعض المرات تلقى نعجة عندها القرون. وهنا غنعطيكم سر احترافي غيغفلوا عليه بزاف ديال الناس. ضروري تأكد بيديك بلي الحولي عنده الفولات بجوج، حاشاكم الخصيتين كاملين. راه إلا كانت فيه غير وحدة راه ما دايش كأضحية العيد، ما غيصلحش لك اصلا الذبيحه. وثالث حاجه، شوف الصوفه ديالو، خاصها تكون نقيه وماشي موسخه بالزبل. الصوفه نقيه ومسرحه دليل بلي الكسيبه عايشه في مكان نقي وكتاكل ماكله زينه. رابع حاجه خوتي هي طليه في العينين، خاصهم يكونوا صافين وكيلمعوا وما فيهمش العمش. وشوف النيف خاصو يكون ناشف، الا كان كيسيل ولا الحولي كيسعل ويعطس راه مروح ومريض، غير بعد منه. وخامس حاجه خوتي، وهذا السر ديال الحريفيه: الريحه. الحولي نقي ريحته زوينه ومقبوله. الا قربتي ليه وشميتي شي ريحه خانزه بزاف حاشاكم وكتحرق في العينين، عرفوا راك ياكل العفن والزبل حاشاكم. ونزيدكم، هذا هو السر الخطير اللي وعدتكم به في المقدمه: طل في الودن ديال الحوليد من الداخل وشوف اللون ديال السمق. الا كان صفر راه واكل نقا، وإلا كان كحل راه واكل حاشاكم الزبل. هرب في حالك. وسادس حاجة خوتي، وهذا قالب خطير: كيفاش تعرف الحولي واش محصور وما كيقدرش يبول حاشاكم؟ غتلاحظوا انه كيقوس ظهره بزاف وكيتباعد برجليه، يعني كيبعدهم مع بعضياتهم اللورانيين بحال باغي يبول ولكن والو. والعلامة الأخرى ديال الحولي المحصور هي كيبقى يضرب كرشي برجليه اللورانيين حيت كيتألم. وكتلقى اصلا الكرش ديالو التحتانيه جهه النبوله منفوخه ومزيره. هاد الحولي راه يقدر يموت لك قبل العيد، غير بعد منه.
ونزيدكم واحد السر ديال الحريفيه القدام كيتسمى التزاميت. باش تعيق بالحولي واش محصور ولا مريض، سد ليه فمو ونيفو بيدك بجوج، واحد الثواني قليله باش تحبس عليه النفس. شنو كيوقع؟ الحولي كيزير كرشو باش يحاول يتنفس، وإلا كان محصور والنبوله عنده عامره وما قادرش يبول، هذاك الضغط كيخليه يتألم بزاف ويقوس ظهره وغيفرش راسو في البلاصه. وهذا القالب عنده فايده اخرى خطيره: ملي كتطلق ليه النيف وكتخليه يتنفس، الا كان ضاربو البرد ولا مريض بالريه غادي يبدا يكحب ويعطس بالجهد، وهكا غتعرفوا واش صحيح ولا لا. ولكن قبل ما ننسى خوتي، غادي نشير واحد القضيه: الرحبة والسوق ماشي هو الكوري. الرحبة والسوق تيبغيو الواحد شوية يكون حرش، يقلب بيديه ويعيش الأجواء. أما خويا تدخل وتبقى حاضي الحولي غير بعينيك وباغي تشريه غير بعينيك، غير شوف شي صاحبك ولا شي واحد من العائلة يدخل معاك يونسك ويقلب الحولي ودور معاه، وهياك وياك دي معاك وليداتك السوق عامر الزحامات، وانت خاصك تركز. اذا نخليهم في الدار حتى تجيب ليهم عيدهم، وهذه هي الحلاوه ديال العيد. ولا فاش تحطو في شي بلاصه ديهم يشوفوا ويتصوروا معاه. ودابا نتكلموا على الاعور، وهذا واحد العيب خطير اللي ما كيدوش في العيد شرعا، اللي هو الاعور. في وسط الزحام والزربه ديال السوق يقدر يبان لك الحولي مزيان، ولكن راه عين وحده تقدر تكون ما كيشوفش هو اصلا بها. كيفاش تفرشو؟ شير بواحد الحركه سريعه بيدك حدا عينو بلا ما تقيس ليه الشفار. الا راه مش ومثلا بان لك كيخطف ديك الشوفات، راه كيشوف. الا بقى مسمر وما دار حتى رياكسن، عرفوا راه اعور ما كيشوفش بهذيك العين. ورد البال مزيان لداخل ديال العين، الا بانت لك فيها شي نقطه بيضاء باينه ولا ضبابه غليظه، هذيك راها الجلاله، والحولي راه غادي للعمى، زعما غادي يمشي غيولي عمى. خليه لمولاه وسير قلب على ما احسن. حاجه اخرى هي القرون. الاضحيه راه قربان الله، خاصو يكون زوين وكامل. رد البال لا يكون شي قرن مهرس من الجدر ديالو ولا كيسيل بالدم، راه كينقص من القيمه ديال الاضحيه. ودابا غادي نتكلموا على الدياله ديال الحولي. خاصها تكون نقيه. الا بانت لك موسخه بزاف وفيها الاسهال، عرف باللي الحولي مريض في مصارنق ولا واكل شي ماكله خاسره، غير بعد منه. اذا اعزائي المشاهدين، تكلمنا على السنان، الفولات، حشاكم، العينين، النيف، السمق، الريحه، الحبوب والحصر والكحبق والاعور والقرون والاسهال. ما خلينا الشناقه منين يدوزوا لينا. دونك باقي لينا غير المقاطعة، ونتسناو حتى الساعة الصفر وندخلوا نتقداو، ودائما تحت شعار خليه يبعبع. ودابا الخوت اجي نهضروا على المعقول اللي هو الأثمنة في بعض الأسواق. الشناقة والكسابة مازال مزيرين ومازال شادين في الثمن، وكيناديو الناس باش يدخلوا يشريو وكيزاوقوا فيهم كاع. ولكن اللي ما بغاوش يفهموه هو انه الا ما طاحش الثمن راه حنا مقاطعون، راه الناس مضروره ويلاه مكافيه مع الزمان، الكرا والماء والضوء. عاد تزيد مصاريف العيد، العطريه شاعله فيها العافيه، والفاخر داك الاخر راه واصل دابا 15 درهم الكيلو. رحموا هاد الدرويش، راه عيب وعار هادشي اللي كيوقع. دابا الا ما حنيناش في بعضياتنا شكون غيحن في المغربي؟ راه ربي يرحمنا والشتا صبات. زكيو شويه باش ربي ينعم علينا بالخيرات. ربح ما تضيعش راسك، ولكن تكيس على خوك. ولكن وسط هاد الغلا والمصاريف عندي لكم بشارة خير غتفرحكم وتطمئنكم مخوتي، باش ما تدخلوش السوق مخلوعين. بفضل الله والوعي ديال الناس اللي كيقاطعوا الشناقة، السوق هاد العام راه طيح مقارنة بالأعوام اللي فاتوا. الحمد لله كاين حتى الخير. باش نكونوا واضحين، الحولي راه منقوصة فيه على الأقل واحد 800 حتى 1000 درهم في السوق مقارنة بالعام اللي فات. هذه حقيقة ما غيبغوكمش تعرفوها. ولكن الخوت باش هاد النقصان يزيد يبان وتنجح المقاطعة 100%، خاصنا نزيدو نصبرو ونبقاو يد وحدة وما نرخفوش في هاد اللحظة الحاسمة. ما تزربوش ودخلوا دابا للسوق، بقاو صابرين حتى يعطونا الناس الحريفية والكسابة ديال المعقول الانطلاقة، وساعة الصفر اللي غيكون فيها الثمن مناسب للجميع، وغادي ندخلوا نتقداو ان شاء الله. وحنا هنا غنعلموكم الخوت ونعطيكم الاشاره في الوقت المناسب في هذه القناه. في داك الشيء علاش خاصكم تابوناو دابا وتفعلوا الجرس باش غير نلوحوا الفيديو يوصلكم الاشعار وتدخلوا تتقداو ان شاء الله. وواحد السر خطير عارف راسي غنتعير عليه من عاد الشناقه ومالين ندخل، ولكن على ود خوتي المغاربه هانيه: اياكم تمشيو تقداو الحولي بالليل، راه مشرات الليل ضحكه النهار.
فالليل واخا تكون حريفي كتشمت ما غيبان لك لا حبوب لا لون ديال السمق لا عيوب، وغتجي للدار الأضحية تقدر تكون ما دايزاش. وحتى اللي كيدخل السوق مع الجوج ديال النهار راه كطيح في الفخ، البهيمة كتكون تكرفسات وسخفات بالشمس، وكيبقى غير الشناقة اللي شادين في الثمن، والطال كيتسناو اللي يزربوا عليه. بهذا المعنى أحسن وقيتة تشري فيها هي من ورا صلاة الفجر حتى ل9 ولا 10 ديال الصباح كاع، كيكون الضو باين، السوق في العز ديالو، والكساب معقول يلاه حط السلعة ديالو. فالشناق اللي ما غيعجبوش الحال يضرب راسو مع الحيط. المهم عندنا يا نعيدو كاملين بثمن معقول يا ما معيدينش، وكيف ما اتفقنا خليه يبعبع. وقبل ما نختمو الخوت بغيت نذكركم ونذكر راسي باللي هاد المناسبة العظيمة راها سنة مؤكدة وقربان باش نتقربوا لله سبحانه وتعالى، ماشي غير مناسبة ديال المفاخرة واللحم. كنطلبوا من الله في هاد العواشر المباركة يخفف على كل درويش ويسهل على أي واحد باغي يدخل فرحة لدارو ووليداتو. راه ربي حنين كريم وما كينسى حتى شي واحد. بارطاجيو هاد الفيديو مع حبابكم باش تعون فائدة والكل يعيد بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.